فنزلت كلمت الحارس، قلت له يا عم الشقه مسكونه وفيها عفريت. قال لي انت هتطلع سمعة على العمارة وانت مش. قلت له والله العظيم الشقة فيها عفريت. ده ما يتخانق معايا وما يشتمني بامي وابوي وما يشتمني باللهجة المصرية. واقف واحد قال له يا عم ما انا قلت لك ان فعلا الشقة مسكونة، البيت بتاع العمارة دي مسكونة. قلت يا عم لا. قال لي عامة، قال لي الشقة اللي انت كنت فيها دي كان منتحر فيها واحد فلبيني. قلت له طب يا عم ده اللي طالع لي مصري مش فلبيني، طالع لي عفريت اما يشتمني بالمصري. جاب والفلبينيين للامانه محترمين ولسانهم مش طويل وما بيشتموش حد ولا بيغلطوا في حد، لكن ده شتمني بامي، سبني بامي. قال له والله ما اعرفش عاد، ان كان عاجبك مش عاوز تقعد فهمش. قلت لا يا عم همشي. انا يا عم ده انا دي لي 3 شهور لما لا عارف انام ليل ولا بتاع، وطول النهار في الشغل واجي في الليل انام ما اعرفش انام. طول الليل شايل بطانيتي وقاعد افطر في الشقه. مره انام تحت التلفزيون ويجيني والغرفه مش قادر ارتبها. كل ما اجي انام على السرير القاه ركب فوق صدره وهيموتني. مش قادر عاوز اصوت ما حدش سامعني، والواحد مكسوف يحكي الحاجات دهيات. المهم ما فيش وسيله نفعت مع صاحبنا العفريت ده، واخر ما زهقت سبت له الشقه وسبت له المنطقه كلها ومشيت. فعلا ان العفاريت او الشقق لما ما تتهاجر او البيوت لما تتهاجر فتره طويله اما تتسكن، والله العظيم. بس كنت كل ما اجي اقرا ايه الكرسي يجري ويقف من بعيد ويمد ايده بين ما بينه يجي 4 متر وعاوز يكتم بقي عشان ما اتكلمش ولا اقرا، ويجري يدخل جوه الحمام ويستخبى وينزل في العيد. فاللي انا مستغرب له ازاي ان عفريت احنا في دوله خليجيه، ازاي عفريت مصر فيها ويشتمني ويقول لي اللي جابك هنا باللهجه المصريه الصرف يعني كأن عفريت من حاره بولاق. اما يشتمني عفريت شوارعي، مش مثلا يشتمني كده شتيمه باللغه العربيه راقيه، لا ده شتيمه شوارعيه شوارعيه. وربنا يسترها ويكفينا شر العفاريت يا رب، وربنا يحفظنا ويحفظكم. اللهم امين.